تعال اقول لك على واحده من اهم المنصات المفروض تكون موجود عليها حتى لو مش شغال في مجال الديجيتال ماركتنج. لينكد ان منصه مهمه جدا في اي مجال، لانها مش بس بي تو بي ماركتنج بلاتفورم، لا هي كمان بطاقتك الشخصيه اللي من خلالها بتزود من فرص حصولك على وظيفه جديده، بتزود كمان من الكوميونتي انتراكشن بين الناس اللي في نفس مجالك. بكل بساطه لينكد ان بنشتغل فيه على 3 محاور مهمين. اول محور هو البروفايل بتاعك على لينكد ان، ولازم يكون اوبتمايزد بشكل بروفيشنال، بتضيف عليه البوزيشن بتاعك، خبراتك السابقه، السكيلز اللي عندك، واي كورسز او تريننج حصلت عليه، كمان بتضيف عليه اي درجه علميه خدتها زي شهاده الجامعه بتاعتك واي دبلومات ثانيه. الاوبتمايزيشن بروسيس دي بتبقى عمليه مستمره، كل ما يتضاف لك سكيلز جديده بتبدا تضيفها على البروفايل بتاعك على لينكد ان. ده اول محور معانا على لينكد ان. ثاني محور على لينكد ان هو محور البوستنج فريكونسي او معدل البوستات اللي بتنزلها على لينكد ان بشكل يومي. بنقول ان لينكد ان بيعتمد على الكواليتي مش الكوانتيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جوده المحتوى اللي بينزل على لينكد ان اهم بكتير جدا من عدد المحتوى اللي بتنزله. خليك حريص ان انت على الاقل في الاسبوع بتنزل 3 بوستات على لينكد ان، البوستات دي بتقدم فيها فاليو او بتناقش فيها اي توبيك ترندي موجود على لينكد ان. نقطه مهمه جدا في البوستنج فريكونسي ان احنا برضه بنهتم بالهاشتاجز. لازم المحتوى بتاعك يكون فيه على الاقل من 3 ل 5 هاشتاجز عشان تفايرل بسرعه في وسط الكوميونتي بتاعتك. الكونكشن ده بكل اختصار هو عدد الناس اللي عندك على لينكد ان. حاول دايما على الاقل كل يوم تبعت 20 كونكشن انفايت عشان تزود من عدد الناس اللي على لينكد ان. طبعا لازم الكونكشنز دي تكون في نفس مجالك. الثلاث محاور دول بكل بساطه هم اهم 3 محاور بتشتغل عليهم على لينكد ان عشان تخلي البروفايل بتاعك قوي.